ازيكم يا شباب؟ اتمنى الجميع يكون بخير. النهارده في الفيديو بتاع النهارده كده في السريع قلت هكلمكم عن سؤال برضو جاني كتير: الجامعات في ايطاليا. اوكي، انا كنت عملت فيديو على حد علمي للجامعات اللي في ايطاليا. اوكي، الفيديو دوت انا اتكلمت عن الجامعات اللي في ايطاليا، وازاي تختار الجامعات، وازاي تكتب اسامي الجامعات، وازاي تدور عليها، والمواقع المؤهله عشان الجامعات في ايطاليا. طبعا انا بقول لكم الكلام دوت من جانب خبرتي البسيطه. اوكي، لكن في تفاصيل كتير في الموضوع دوت كل شخص لازم يسعى عليها عشان يعرف يلاقيها. يعني وانس اللي انت عرفت الكليه اللي انت عايز تروحها فين، لازم تدور على الايميل بتاعها، تكتب لهم ايميل دايركت بالانجلش وتسالهم عن كل التفاصيل اللي انت عايز تعرفها. اوكي، لو انت سالتني انا مش هعرف افيدك، لازم تسال الجامعه اللي انت اخترتها دايركت او الكليه اللي انت اخترتها دايركت. اوكي، المهم النهارده هكلمكم عن سؤال جاني اكتر من مره. اوكي، في ناس مثلا بتدور اللي هي تدرس حاجه معينه في ايطاليا بس مش عارفه تدرسها فين. اوكي، الجامعات اللي في ايطاليا، في جامعات كتير جدا في ايطاليا، خصوصا الجامعات العامه، مش بتكلم عن الخاصه، الجامعات العامه الكبيره اللي مشهوره بانواع دراسه معينه لكليات معينه. انا في الفيديو دوت هقول لكم على اشهر الجامعات اللي موجوده في ايطاليا، واقول لكم عن الكليات المشهوره في كل جامعه من الجامعات دي، عشان على الاقل انت تبقى عارف لو انا عايز ادرس طب هروح فين، لو انا عايز ادرس هندسه هروح فين، لو انا عايز ادرس موضه هروح فين. بص يا سيدي، اول جامعه مشهوره في ايطاليا هي جامعه بولونيا. جامعه بولونيا تعتبر اقدم جامعه موجوده في اوروبا بحالها. اوكي، ومن اقدم الجامعات اللي موجوده في العالم. الجامعه ديت كمان مؤهله ومخصصه ان هي بتستقبل اجانب كتير جدا كل سنه من العالم كله عشان دراسات معينه. اهم الكليات اللي موجوده فيها اللغات. اوكي، لو انت عايز تدرس الايطالي كويس. والجامعه الثانيه اللي مشهوره بيها، او الكليه الثانيه اللي مشهوره بيها في اوروبا بحالها، هي دراسه العلوم السياسيه، القانون والعلوم السياسيه. لو انت عايز تدرس قانون ايطالي وقانون اوروبي وعلوم سياسيه، علوم سياسيه ايطالي وعلوم سياسيه اوروبي، بتروح لجامعه بولونيا. هي تعتبر من اشهر الجامعات اللي موجوده في اوروبا بحالها. اوكي، تاني جامعه هي البوليكلينيكو دي ميلانو. ايه البوليكلينيكو دي ميلانو؟ البوليكلينيكو دي ميلانو هي جامعه موجوده في مدينه ميلانو. اوكي، مدينه ميلانو فيها اكتر من جامعه هناك عامه. بوليكلينيكو دي ميلانو معروف ومشهور بالهندسه والمعمار، يعني الهندسه المعماريه والهندسه هندسه الديكور والحاجات ديت كلها مشهور بيها البوليكلينيكو دي ميلانو. يعني انت لو عايز تدرس الحاجات ديت تروح الجامعه دي افضل لك. الجامعه الثالثه برضو اللي مشهوره هي جامعه لا سابينسا. لا سابينسا جامعه كبيره جدا، تعتبر من اكبر الجامعات اللي موجوده في ايطاليا بحالها، موجوده في روما. هي واحده من الجامعات اللي موجوده في روما. روما فيها اكتر من جامعه. اوكي، لا سابينسا مشهوره بايه يا ايمن؟ لا سابينسا مشهوره بالطب ومشهوره بالهندسه برضو. اوكي، بس انت لو هتقول لي الهندسه بتاعت روما افضل ولا الهندسه بتاعت ميلانو افضل، لا، البوليكلينيكو بتاعت ميلانو افضل. لكن بالنسبه للطب، الطب بتاع جامعه لا سابينسا اعلى. جامعه تانية برضو من الجامعات اللي مشهوره في ايطاليا هي جامعه بادوفا او بادوا. الجامعه ديت مش كبيره جدا زي الثلاث جامعات اللي انا قلت لكم عليها قبل كده، موجوده في بلد صغيره شويه اسمها بادوفا. البلد دي في شمال ايطاليا، موجوده يعني بتبعد حوالي ساعه من فينيس او ساعه ونص تقريبا من فيرونا. البلد ديت موجوده في شمال ايطاليا، ومتخصصه برضو ناس اجانب كتير جدا بيحبوا يروحوها عشان ممكن تكون البلد رخيصه شويه. اوكي، فطريقه العيشه بتاعتها هتبقى افضل، وعايش في الشمال الايطالي. الشمال الايطالي دايما افضل. الجامعه ديت مشهوره بايه بقى؟ برضو الجامعه ديت مشهوره بالهندسه ومشهوره بالطب. يعني انت ممكن تدرس فيها الحاجتين لو انت عايز حاجه وسط، فاهم قصدي؟ ولا عايز تروح ميلانو ولا عايز تروح روما. وطبعا في جامعه بيروجا. جامعه بيروجا انا كنت اتكلمت، للي ما اتفرجش على الفيديو اللي انا عملته من بيروجا ممكن يروح يتفرج عليه، فيديو جميل جدا لو انت بتحب حتى الجانب السياحي. المهم، جامعه كمان بيروجا تعتبر من اشهر الجامعات اللي موجوده في اوروبا بحالها، لان هي تعتبر واحده من الجامعات الاساسيه اللي موجوده في ايطاليا اللي فيها دراسه اللغه الايطاليه للاجانب، يعني للي عايز يبقى مدرس لغه ايطالي وهو اجنبي الاصل. اوكي، فالشهاده بتاعت جامعه بيروجا مشهوره جدا في النقطه دي. اوكي، يعني للي عايز يبقى مدرس لغه ايطاليه. في برضو جامعة فلورنس أو جامعة فلورنسا. جامعة فلورنسا موجودة في وسط إيطاليا في مدينة فلورنسا. الجامعة ديت مشهورة بالفنون الجميلة، ومشهورة بالفنون عموما، جميع أنواع الفنون، يعني جميع مجالات الفنون اللي موجودة. أوكي، اللي أنت نفسك تتخرج من أي حاجة مخصصة في الفن
هي جامعه فلورنسا، تعتبر من اشهر الجامعات اللي موجوده في ايطاليا. في ناس كمان كتير كتبت لي عن الجامعات اللي موجوده في جنوب ايطاليا، يعني مثلا في سيسيلي، او اللي موجوده في كالابريا، او اللي موجوده في بازيليكاتا، او اللي موجوده في كامبانيا. كل الاقاليم اللي انا قلتها لكم ديت اقاليم جنوب ايطاليا. الميزه الوحيده بس اللي هتبقى موجوده فيها اللي هي هتبقى بلاد مش مكلفه او جامعات مش مكلفه، هي دي الميزه الوحيده اللي فيها. لكن كسمعه جامعه، سمعه الجامعات بتاعت جنوب ايطالي مش قويه قوي زي الجامعات اللي موجوده في الشمال الايطالي. اوكي، فاذا كنت انت هتعرف تتفاداها يبقى افضل لك، ده في رايي الشخصي. الحاجة التانية اللي أنا كان عايز أقولها لكم برضه عن النقطة بتاعة الجامعات في إيطاليا، هي إن الجامعات الإيطالية مشهورة برضه باللي هي بتدي منح كتير. بس التفاصيل بتاعة المنح أنا ما أقدرش أديها لك دلوقتي، لأن كل جامعة ليها التفاصيل بتاعتها. أوكي، وفي أجانب كتير بيجوا إيطاليا عن المنح دي. بس المشكلة الكبيرة اللي فيها إيه بقى؟ المشكله مش في المنحه اللي بتديها لك الكليه، المشكله في انك تعرف تخلص الورق بتاعك، الفيزا بتاعك من القنصليه. اوكي، القنصليه المصريه مثلا قنصليه صعبه جدا، القنصليه الايطاليه في المغرب وفي تونس وفي الجزائر صعبين جدا. اوكي، فدي بلاد صعب ان انت اوريدي تعرف تاخد فيهم الفيزا حتى لو معاك المنحه. فهمت قصدي؟ يعني الكليات هنا او الجامعات هنا ممكن تديك المنحه، بس اهم حاجه انت تيجي. فاهم قصدي؟ وبعد كده هم ممكن يحاولوا يساعدوك، لكن نقطه اللي هم يدوك المنحه عشان تعرف تطلع بيها دايركت من مصر، هي دي الصعب، هي دي الصعوبه. اوكي، لان في مصر بيطلبوا منك تفاصيل كتير جدا، وفي المغرب نفس الموضوع. انا ليا اصحاب كتير مغاربه يكلموني في النقطه ديت، فالموضوع مش سهل. بس دايما بقول لو انت سعيت عليه هتعمله. ايه رايكم في الموضوع؟ واذا كان فعلا في حد فيكم جه ايطاليا ودرس في اي كليه من الجامعات ديت يقول لنا رايه. واذا كان في حد بيسعى في الموضوع وعمله خلاص، او يعني بيخلص الحاجات التفاصيل بتاعته، يكتب لنا في الكومنتات برضو عشان نحاول نساعد الناس. حاجه بسيطه قبل ما اقفل، في جامعات كتيره جدا في ايطاليا حتى خاصه ممكن تدرس فيها اي حاجه من غير مجموع. اوكي، نقطه انت بتعمل تيست بسيط كده في الاول عشان يعرفوا اذا كنت انت مؤهل في الموضوع دوت ولا لا. في جامعات كتير جدا من اللي انا قلت لكم عليها دلوقتي فيها كورسات بالانجليزي كمان مش بالايطالي بس. بس عددهم مش كبير، ممكن يكونوا موجودين في الجامعات الكبيره بس، زي مثلا في روما او في ميلانو. الجامعات التانية ما اعتقدش بتعمل كورسات باللغه الانجليزيه، وانا ما رجحش اللي انت تيجي هنا تدرس باللغه الانجليزيه. لو جيت هنا تيجي عشان تدرس باللغه الايطالي لو انت عايز تشتغل في ايطاليا. لكن مثلا لو انت عايز تيجي تدرس مثلا باللغه الانجليزيه، ممكن اقول لك تعالى ادرس باللغه الانجليزيه لو انت مثلا عايز تدرس هندسه او ديكور. اوكي، فانا عارف ان انا هاجي هنا عشان الجامعات الايطاليه مشهوره في العالم كله بالنقطه ديت، فانا هدرس باللغه الانجليزي، بس انا هروح اشتغل في استراليا، اروح اشتغل في امريكا، اروح اشتغل في مصر، اروح اشتغل في بلدي. فاهم قصدي؟ ففي الحاله ديت اجي اشتغل اجي ادرس باللغه الانجليزيه. لكن لو انا عايز اجي اشتغل هنا في ايطاليا لازم ادرس باللغه الايطالي واخد الشهاده بتاعتي باللغه الايطالي، لان هو ده اللي هيساعدني في اللي اعرف الاقي شغل بعد كده كويس. اوكي، ودلوقتي اسلم عليكم بالطريقه الايطالي. تشاو.